انتوا جاهزين للفيديو ده؟ عشان الناس اللي بتقول ان بعد التكميم مفيش مصاريف، لا يا جماعة، بعد التكميم في مصاريف. وهقول لكم دلوقتي الحاجات المهمة اللي المفروض تكون عندنا، ودي حاجات المهمة مش الحاجات اللي هي انت ممكن تبقي متخيرة فيها تجيبيها او ما تجيبيهاش. ده اساسي لازم تجيبيه. اول حاجة معانا وهي الواي بروتين، ما نقدرش نستغنى عنه من اول شهر. بعد شهر او 3 اسابيع، وانا افضل بعد شهر من العملية، لازم ناخد الواي بروتين، عشان مهما كان بروتين مش هنقدر ناخد الكمية اللي المفروض ناخدها في اليوم. فده بيمدنا اولا بالطاقة، بيحسسنا بالشبع، بيساعدنا ان احنا نخس دهون ونزيد عضلات، وبيدينا فيتامينات كتير جدا احنا محتاجينها في الفترة دي. فمهما الناس قعدت تقول لا مش مهم، لا انا بقول ان هو مهم، وده عن تجربة، وان انا وقفته فترة في رمضان ورجعت تاني اخدته وحسيت بفرق رهيب، من اول ضوافري لبشرتي للجوع. انا لما بوقف الواي بروتين بجوع جدا وبفضل القط طول اليوم. من اهم الحاجات طبعا الكالسيوم، ما نقدرش ان احنا ما ناخدش كالسيوم ابدا في يومنا، لازم بعد العشاء بناخد الكالسيوم. الاوركنتا ده بديل السنترم. الناس اللي عايزه توفر شويه في السعر، فده سعره اغلى من الاوركنتا. والاوركنتا كمان ينفع للرجال وللسيدات، مش للسيدات فقط، ده للسيدات فقط زي ما انتم شايفين كده. كمان هي العبوه فيها 30 كبسوله هتقضيكي شهر، يعني هتقعد معاكي شهر كامل. ده بناخده بعد الفطار عشان بيدينا طاقه وباور، بنخلينا كده مصحصحين، ويدينا كده طول اليوم نكون قادرين نعمل مهام بيتنا. ولو عايزه تروحي الجيم هيساعدك، لا ده يعني قنبله طاقه ما شاء الله. الحديد ده بناخده بعد الغداء، يبقى احنا كده بعد الفطار بناخد الاوركنتا، بعد الغداء بناخد الحديد، بعد العشاء بناخد الكالماج اللي هو الكالسيوم. والواي بروتين بناخده يا اما قبل الاكل بساعه يا اما بعد الاكل بساعه لو احنا هناخده بميه، لكن لو هناخده بلبن هيعتبر وجبه، فتاخديه في ميعاد الوجبه بتاعتك عادي جدا. هنكمل في بارت 2 عشان ما اطولش عليكم في الفيديو اكتر من كده.